السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاءنا يتجدد اليوم. سمحوا لي يعني تبطيت عليكم، تأخرت عليكم لظروف ما. المهم اليوم واتتني فرصة باش ندير معكم فيديو. هذا اليوم رايحين نخدموا مع بعض ريدو أو ستارة نتاع المطبخ، نتاع الطاقة، نتاع النافذة بالسكاي وبالقماش. يعني رايحين ندخلوا سكاي على القماش. على بالي بلي ممكن جدا تكونوا شفتوه يعني في فيديوهات او في اليوتيوب عند اخوات اخريات. لكن انا اليوم حبيت ممكن جدا يكون فيه اللي ما شافتوش. لذلك انا راح ندير طريقتي انايا بكل صراحه، يعني طريقتي وكيف خممت لها. انا شفتها في فيسبوك في يعني في صوره، وقلت نطبقها بالطريقه نتاعي انايا. المهم واش رايحين نحتاجو شريط قياس، نحتاجو سكاي. هذا انا خيرت اللون البرتقالي، انتم على باليش اذا كان يظهر لكم باللون البرتقالي او لا. المهم هذا اللون البرتقالي انا ديت نصف متر نتاع سكاي، نصف متر. الطول راح يكون متر 40، متر و40 في الطول راح يكون متر و40. راح نحتاجو مقص مسنن. اللي ما عندهاش مقص مسنن ماهوش مشروط، ممكن تخدمي بمقص عادي جدا. وراح نحتاجو قلم اكيد باش نرسمو الدوائر او الانصاف الدوائر تاعنا. وانا ديت هذا الظرف باش نرسم به بما انه دائري. وراح نحتاجو هذا القماش، هذا هو قماش تلقاوه ترانسبارون وفيه هذا الفواكه، او ممكن تلقاو فيه ابريق وفناجيل الى اخره. يعني هو انواع. انا اخترت اللون هذا موالم، بما انه فيه اللون البرتقالي يوالم السكاي تاعي كما راكم تشوفوا. هذا لما تشري زوج نتاع المترات راح يخدم لك زوج ازارات، يعني زوج تاع الازار، واحد للتقى وواحد للباب. مترة واحدة راح تخدم لك ازار واحد. اليوم رايحين نخدموا تاع التقى. واش رايحين نديرو؟ رايحين نحكموا نقلبوا السكاي تاعنا كيما هكا، نقلبوا السكاي ونحكموه بليزيفير. اكيد ما رايحاش تلقايه متساوي، لذلك خلي الجهه الفوقانيه متساويه والتحتانيه اذا لقيتي عوج او لقيتي فيه زياده كيما هكا ما يهمش، لان رايحين نقطعوا منه. رايحين ندو القياس نتاع 30 سنتيم، ندو قياس 30 سنتيم هكا. هنا ندو القياس تاع 30 سنتيمتر. ورايحين نقشرت هنايا، ورايحين نحكمو الظرف تاعنا كيما هكا، او اي شكل دائري عندك تقدري تخدمي به بالطريقه هذه. ونرسمو هكا النصف دائره تاعنا بالطريقه هذه هكا. ونبقاو نهبطو مره على مره لتحت، لانه راح نديرو تموجات بالطريقه هذه هكا. نزيدو نهبطو تحت هاك كما راكم تشوفوا. ان شاء الله برك يكون الرسم واضح لكم. يعني التموجات راح تكون للتحت هكا، كل مره نهبطو بشوي. حتى نلحقوا لاخر التموجات. ان شاء الله برك يكون الرسم واضح.
كما قلت لكم. راح نجيب التموجات من هنا كما رسمنا هاك، من بعد نهبطوا تقريبا، نهبطوا ب3 سنتيم، نهبطوا ب3 سنتيم، يعني راح يكون هنا 8 سنتيم الارتفاع ما بين الأول والثاني. في كل مرة راح يكون فيه 8 سنتيم. راح نهبطوا بشوي مرة على مرة، نهبطوا بهذه الطريقة حتى نكملوا كامل السكاي تاعنا. نقطعوه سواء كان عندك مقص مسنن او مقص عادي ما يهمش. بسم الله. انا نقص السكاي تاعي ونرجع معكم. راح يولي عندنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هكا. راح يولي بهذا الشكل. درك واش راح نديرو، راح يكون بهذا الشكل هكا. عندنا هنا 140 نفس الشيء بالنسبة لليزار، راح يكون 140 عرض، والطول انا راح ندير فيه 180. راح ندير هنا 180. 180 هذيك فيها 10 سنتيم نتاع العود او نتاع المطرق نتاع اليزار. يعني انا هنا راح نخليه نورمال، وراح نقطع هنا بالمقص المسنن يعطيني شكل جمالي، وهنا رايحه نثني ليزار تاعي باش نخيطه. ندير 10 سنتيم، راح ندي 10 سنتيم من هنا لهنا ونخيطها باش نقدر ندخل ليزار لحد الان. انا عندي راهو مثني. دوك من بعد كي نقطعو وراح نقطع هنا في الوسط، راح نقطع ليزار حتى لهنا. يعني راح نعطيكم بالسنتيم من لهنا تقريبا راح نخلي 12 سنتيم تقريبا حتى ل 15 سنتيم. تقدري ديري حتى ل 15 سنتيم اذا بغيتي. انا نفضل نديرو هنايا 11 سنتيم حتى ل 12 سنتيم، ونقطع الليزار تاعي حتى لتحت. قلت لك 180. 10 سنتيم تبقى للدخله نتاع المطرق نتاع الليزار، والمتر 70 راح تكون حد ليزار. تقدري انت تطوليه، انا ما نبغيش ليزار تاع التاقه يكون طويل، لذلك انا راح ندير متر 70. ممكن ديري متر 60، ممكن ديري متر 80، انت حره. لذلك انا رايحه نقطعه ورايحه نخيطه ونزينه ونوريه لكم جاهز باذن الله. هنا انا فتحت ليزار تاعي، فتحته من الوسط، فتحته من الوسط هكا. فقط هنا بغيت نخبركم لما تجي ديري العطفه هذه ان شاء الله برك تكون الصوره واضحه، لانه راه المغرب والصوره تكون شويه ناقصه. هنا لما تقيسي 10 سنتيم بالطريقه هذه، لما تقيسي 10 سنتيم او 11 او 9 سنتيم، انا هنا راني دايره 9 سنتيم، كنت دايره 10 سنتيم، وهذيك القلبه اللي هنايا يعني كيما قلبنا هنايا هي السنتيم اللي درناه للكفه باش ما يبقاش يتسنسر. يعني راح يكون عندك هكا، راح يكون عندك 18 سنتيم. 9 من هنا و9 من هنا، اي 10 من هنا و9 من هنا، بما انه العاشر رانا دخلناه لهنايا كما راكي تشوفي انا درنا له الكفه. يعني هنا هكا ما على باليش اذا راكي تشوفي. المهم هذه نقلبوها باش ما تبقالناش، ونخيطوا هاد الجهه هذه هنا تبقى لك 9 سنتيم و9 سنتيم من تحت، معناه 18 سنتيم. نكملوا نخيطوا ليزار تاعنا. الجميل في هذا القماش هذا نتاع ليزار
انه فيه هذه الخطوط هي اللي تخليك ما تغلطيش. تبعي الخطوط فقط وتخدمي. انا راح نكمل ليزار ونتلاقى معكم من بعد. كما راكم تشوفوا ليزار تاعنا ولا جاهز. انا زينته بهذا الموتيف، زينته خيطتهم سواء انت بغيت تخيطيه او تقدري ديري له بي في سي، الكولان تاع بي في سي باش يلصق لك. هنا كذلك درنا هذا الكرز مع التفاحه، وهنا ليزار زيناه بهذه البابيونه شابه. نفس الشيء بالنسبه لهذه الجهه. كما راكم تشوفوا هذا هو ليزار تاعنا اصبح جاهز. هنا كنت درت له نوتر بابيون، يعني بابيونه اخرى تحكميهم في زوج لهنا بهذه الطريقه، وتحطي البابيونه تاعك يخرج لك هايل. كما راك تشوفي انا كملته وبغيت نوريه لك. فقط هنايا لصقته فقط مع التاقه باش تشوفيه. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. راح نحطوه في الارض باش تشوفيه مليح، ربما هكا ما تشوفيش زين. هذا ليزار تاعنا كما راكم تشوفوا. انا قسمته هنا في النص، وهذا هو سكاي تاعنا خدمناه بهذه الطريقه. وكما قلت لكم انا درت هنا بابيون، وهذو لي بابيون هذو درتهم كحزام، خيطت لهم من نفس القماش حزام هكا باش يحكم ليزار. تبغي ترفديه او تخليه مطلوب كيما هكا، او ديري جهه بجهه. انا درت زوج بابيونات. هنا تخيطيه من هذه الناحيه هنا، وتخيطيه هنا على حساب الحزه او الكفه اللي درناها المره الاولى. هذه باش ندخلوا فيها المطرقه تاع ليزار بهذه الطريقه. فقط نتمنى يكون نال اعجابكم. راح تلقاو المقاييس الكل في صندوق الوصف. ما عليك فقط تضغطي على السهم اللي تحت الفيديو، وراح تفتح لك الصندوق، راح تلقى فيه كامل المقاييس. ان شاء الله يكون الستار او الريدو تاعنا نال اعجابكم. مع لقاء اخر يتجدد باذن الله عن قريب. المهم في اخر الفيديو نتمنى تكون الفيديو والشرح قد نال اعجابكم. الخياطه راهي سهله، يعني كل وحده تعرف تخيط كيف تخيط ليزار تاعها العادي، فقط للتقطاع تاع سكاي. ما بقى لي في الاخير الا نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم. نتلاقاو في فرصه ثانيه باذن الله وفي لقاء جديد. ما تنساوش الاشتراك في القناه لكل من مر صدفه وشاف الفيديو، ما عليه غير يضغط على زر الجرس او اشترك ويفعل زر الجرس حتى تلحقها الاشعارات بالفيديوهات القادمه. للي مشترك ما عليه خلينا تعليق ويخلينا اعجاب. ما بقى لي غير نقول لكم مع الف سلامه. نتلاقاو في فيديو جديد والى اللقاء.